هذه المدينة، كل القطاع العلمي والبحثي في مصر. بس الحقيقة الأحداث، أنا كنت جاي أتكلم معاك الليلة في الفكر وفي الدنيا رايحة فين وحن برضه لسه هنتكلم عن لسه السهرة طويلة والليلة طويلة. لكن أنا عايز أبدأ لو تسمح لي بكلمة للشعب المصري. يا ريت. وأنا النهاردة الحقيقة قعدت أحط في أفكاري بعض الكلمات اللي أنا عايز أقولها. معلش هيبقى شوية عربي دارج، لكن قررت إن أنا أكتبها بخط إيديا الحقيقة. فلو تسمح لي بقى في الأول. اتفضل يا فندم. إلى شعب مصر العظيم، إلى شباب مصر العظيم، إلى جيش مصر العظيم، إن مصر الآن في مفترق الطرق بين عالمين: عالم الماضي الذي عم فيه الفساد والديكتاتورية والجهل، وعالم المستقبل الذي نتطلع فيه إلى الشفافية والديمقراطية والمعرفة. وهذا هو المستقبل الذي من أجله قامت ثورة 25 يناير المجيدة. اليوم العالم أجمع يرى مصر في صورتين متناقضتين: الأولى منهم متحضرة لثورة لم تحدث في التاريخ من قبل، والأخرى تعكس الهمجية والعشوائية وأيضا البلطجة. أما الأسرة المصرية فهي في حالة من القلق والارتباك، وبالفعل بدأ الانقسام واضحا بين داعم للثورة العظيمة ومعارض لأوضاع البلاد لما وصلت إليه الحالة الأمنية والاقتصادية. إلى كل المصريين، التاريخ يحدثنا عن أن أي تحول ديمقراطي لأمة هو أمر صعب جدا، ودائما ما تصحبه الصعاب والخلافات، وفي بعض الأحيان الرجوع إلى أوضاع سوداوية. ومنذ قيام ثورة 25 يناير وأنا متفائل بمستقبل مصر، مع علمي ويقيني بشدة الصعاب وكثرة الأخطاء، ولكن ثقتي الكبيرة تكمن في عبقرية مصر التاريخية وفي شباب مصر الوطني، والذي كان لي شرف لقاء البعض منهم في أثناء الثورة أو في لقاءاتي عبر المحاضرات والأحاديث العامة. ولكن اليوم تتجه الأمور إلى لبس حقيقي بين الديمقراطية والفوضى، وبين أبناء الثورة والدخلاء على الثورة، وأيضا بين الشعب والجيش. وهذه أمور خطيرة تجعلنا في حالة من عدم الراحة على أمة في خطر كما يقول البعض. ولكني على يقين أنه في هذه اللحظة التاريخية يمكن تصحيح المسار، وذلك بعودة العقل وعودة الضمير. عودة العقل وعودة الضمير. هناك غضب من طرف الشباب، وغضب أيضا من طرف الشعب، وأيضا من بعض القوات المسلحة. وعليه أقترح على مشروع من عدة نقاط. أولا، وقف فوري لحالة العنف في الشوارع والميادين، وانصراف المتظاهرين لهدنة حقيقية مع عودة الشرطة للحماية وضمان الاستقرار. ثانيا، على الحركات الثورية والشعبية الوطنية أن يعلنوا بوضوح للشعب المصري عدم التواجد في شوارع وميادين مصر، وبذلك يتم حصر المشاغبين والبلطجية، وذلك لأنه لا يوجد مصري على هذه الأرض الخالدة يقبل بالأعمال الإجرامية لمنشآت وكنوز مصر، مثل ما حدث في المجمع العلمي العريق. أنا الحقيقة دي نقطة 2، وأنا جاي قلت لازم أوريكم اللي جالي النهاردة. ده جاي من التحرير، ده كتاب
من المجمع العلمي حد يا اما بيبيعه يا اما واخده عشان يوزعه على اماكن مختلفه بعد حرقه. المجمع العلمي اللي هو زي ما انتم عارفين بدأ من الحمله الفرنسيه على مصر، وفيه مش عايز اقول يعني حاجات يمكن تشبه في وصفها حرق الاسكندريه، مكتبه الاسكندريه القديمه. ثالثا، على القضاء المصري ان يقوم بالنشر الاعلامي الواضح ما هو قانونيا لحالات التظاهر والاعتصام، وعلى الامن والجيش ان يتبع هذه القوانين، كما يقوم القضاء في اسرع وقت ممكن بمحاكمه عادله لكل من ارتكب اخطاء سواء من القوات الامن او الشعب المصري. رابعا، مع احترامي لقرار بعض اعضاء المجلس الاستشاري بالاستقالة، الا ان هذه الظروف هي بذاتها التي تتطلب من بقية اعضاء المجلس بالقيام بالتواصل بين المجلس العسكري والشعب، وعمل خطة واضحة لاعطاء الفرصة للحكومة للوصول الى حل في مشاكل الامن والاقتصاد، وحيث انها مدة عدة شهور الى ان ينتخب رئيس الجمهورية والبرلمان، ففي رأيي ان هذا امر سهل الوصول اليه. خامسا، على الاعلام اجمع ان يتحمل المسؤولية الوطنية، وان يكون اعلام للمعلومة الحقيقية وليس التحريض، فالمصلحة العامة تقتضي الترابط الجمعي للخروج للبلاد الى طريق النور. وفي تقديري يجب على النقابات المهنية ان تقوم بدورها الوطني للبحث عن احترام هذا الحدث التاريخي ومعاقبة من يتعامل معه في مثل هذه الظروف الخاصة التي تمر به مصر. سادسا واخيرا، التركيز في المرحلة القادمة على وضع دستور مبني على العدالة الاجتماعية وحق المواطنة وحقوق المرأة والتغيير الديمقراطي الحقيقي للبلاد. أيها الشعب العظيم، بعد 50 عاما من الآن سوف يسأل التاريخ ماذا فعل المصريون لمصر، وسوف يسأل أيضا ماذا قدموا للذين استشهدوا من أجل مصر. نتمنى جميعا من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لتكون الإجابة هي أن شعب مصر العظيم نجح وأذهل العالم وقاد مسيرة الديمقراطية في العالم العربي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.